مبدئيا كده انت محتاج تريح نفسك شوية من التفكير، تهدى على نفسك، ما تشغلش بالك بالحاجات اللي بتحصل حواليك وما تجلدش نفسك بزيادة. الباب المقفول في حياتك دلوقتي واللي انت مش عارف تفتحه، هو ربنا يا جدع قدر انه يتقفل عشان كان هيجيب لك وجع قلب كتير، وربنا عامل لك باب قدام هيفتح. العلاقة اللي انت ما كملتش فيها كانت هتبقى أسوأ علاقة في حياتك، بس انت للأسف باصص تحت رجليك. حتى الشغلانة اللي انت كنت هتموت عليها وتعبت شوية عشان توصل لحاجة قريبة منها، يا ابن ربنا عين لك حاجة قدام كويسة. ما تجلدش نفسك وما ترهقش نفسك في التفكير بزيادة، فتبقى طول النهار عمال تاخد من طاقتك وتقلل من نفسك وتعمل حاجات كتير فتتعب. سيب كل حاجة على ربنا، انت بس اعمل اللي عليك، والمهم انك تبقى راضي عن كل اللي انت عملته، وسيب ربنا يدبر لك الامر، وهتلاقي مليون باب فتحوا وهيبقوا على مقاسك. والله العظيم ربنا مش ضدك، مش ضد سعادتك، مش ضد احلامك، مش ضد الحاجات اللي انت عايزها. كل ما في الامر ان ربنا بيرتب حاجات ممكن تكون ما انت شايفها في عز الوقت اللي فيها ابواب مقفوله قدامك وانت بتقول خلاص زهقت. ربنا والله العظيم بيفتح لك ابواب تانية، بيرتب لك حاجات ما انت شايفها، بيعد لك حاجات ممكن تكون اكبر من تخيلك انها ممكن تحصل دلوقتي. في عز الوقت اللي انت فاقد فيه الامل، ربنا سبحانه وتعالى بيصنع لك قصه جميله جميله هتقف قدام الناس اللي انت كنت بتشتكي ليها، تحكي لهم عن قد ايه ان ربنا جبره جميل، على قد ايه ان ربنا وجوده في حياتك عظيم، عن قد ايه ان كل حاجه انت بتحلم بيها ربنا سبحانه وتعالى شايفها ويعملها لك. يا ابني والله العظيم ربنا مش ضدك، مش ضد احلامك، مش ضد الحاجات اللي انت نفسك فيها. ربنا بيرتب لك ترتيبات والله العظيم لا اروع ولا اجمل، وفي اقرب وقت هتقسم للناس ان عطاء ربنا مفيش اعظم منه ابدا. مش يمكن تتعدل، مش يمكن تتحل، مش يمكن تنام بالليل وتصحى تلاقي كل المشاكل انتهت، مش يمكن تلاقي ربنا فتح لك باب في وسط الغمامة اللي موجودة في حياتك، تلاقي الباب ده وراه حل كل أسئلة وقفت قدامك، تلاقي الباب ده وراه فرج يقفل لك كل ابواب الضنك والسواد اللي موجود في حياتك. مش يمكن، لا يمكن ويمكن يحصل. مفيش حاجة صعبة على ربنا، مفيش حاجة يا جماعة ممكن تقف قدام إرادة ربنا. إرادة ربنا اللي قفلت 100 باب قدامك فتح لك باب تاني جاي لك. إرادة ربنا اللي حطتك في صعاب وعقبات وضغوط هي اللي ممكن تغير كل حاجة. لا مش يمكن، ده أكيد أكيد، لأن ربنا ما بيعملش شر البني آدم. والله العظيم ربنا ما بيعملش حاجة وحشة أبدا. كل الحاجات اللي انت شايفها في حياتك دلوقتي ومش عاجباك هتعرف تدابير ربنا فيها قدام. كل الحاجات اللي انت بتسأل نفسك ليه يا رب، ليه يا رب بعدنا عنها، يا رب أنا عايزها، تعرف إن ربنا بعدك عنها عشان الحاجة دي كانت هتوجعك ومش هتناسبك. كل الحاجات اللي انت بتقول يا رب أنا عايزها كلها دلوقتي، يا رب أنا محتاجها دلوقتي، هتلاقي ربنا دبر إنها تيجي في أكتر وقت انت محتاجها فيه بجد. كل حاجة في حياتك ربنا مدبرها بشكل يخليك ما تقلقش. انت قلقان ليه؟ انت مع الأعظم، مع الأقوى، مع ربنا. والله العظيم بيسر الحال، اقسم بالله عالم باللي جوه قلبك، عالم بانك بنفسك في ايه، عالم بكل حاجه انت عايزها، عالم بكل حاجه بتحصل حواليك. كل اللي عليك انك تعمل اللي عليك وترمي توكلك على ربنا. قول له يا رب دبر امري، يا رب دبر امري، يا رب فرجها من عندك يا رب، واطلب كل حاجه انت عايزها من ربنا. وكل ما تبص حواليك اعرف ان دي تدابير ربنا.